الاخبار؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. اولا تاني حاجه، النهارده هبدا لكم بحاجات متخلفه بس هي حصلت بجد. اول حاجه هبدا لكم بيها حاجه برعايه كورونا. ده وباء حصل في 1518 اسمه وباء الرأس، The Dancing Plague. الناس مره واحده كلها فعلا ابتدت ترقص بلا توقف ومش عارفين يوقفوا. اللي حصل او الموضوع ده بدا ازاي؟ واحده اسمها فراو تروفيا. فراو تروفيا دي مره واحده لقوها ماشيه في الشارع بترقص بلا توقف بلا سبب بلا اي حاجه، مش عارفه توقف. ابتدى الناس بقى ان هم يبقوا ها 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 ويقلدوها واحد ورا التاني. المشكله بقى ان عدد الناس اللي بيقلدوها زاد 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 لدرجه ان المدينه كلها بقت ماشيه في الشارع بيرقصوا. كل الناس، كله رجاله ستات اطفال، مفيش حد فيهم عارف يوقف خالص، لدرجه ان في ناس حرفيا اغمى عليها من كتر التعب. حرفيا في ناس ماتوا، في ناس ماتوا من كتر التعب ومش عارفين يوقفوا. هم مش عارفين يوقفوا المدينه كلها. تاني حاجه محاكمه راجل ميت، فرق شويه بس حصلت في سنه 897 قبل الميلاد. واحد اسمه بوب ستيفن طلع جثه البوب اللي قبليه، بوب فورميوسس، ولبسها اللبس بتاع البوب وقعدها كده وعمل لها محاكمه. يعني هو الراجل مات؟ لا، هو كان متغاظ منه لدرجه ان هو طلعه من قبره ولبسه لبس وقعده وبيحاكموه كانه راجل عايش. وكان في واحد من اللي شغالين في الكنيسه ساعتها هو اللي كان بيتكلم على لسانه، بس طبعا يعني وفي الاخر طبعا حكموا عليه ان هو مذنب. راحوا عشان هو مذنب قطعوا صوابعه اللي بيبلس بيها ورموا جثته في النهر. طبعا حاجه زي كده خلت الناس تصور، يعني الناس عملت ثوره عليهم، لان يا نهار ابيض يعني. بس تخيل تبقى متغاظ من حد لدرجه انك حرفيا تطلع جثته وتحاكمها يعني. تالت حاجه سريعه شويه، كليوباترا كانت عايشه اقرب للمون لاندنج من بناء الاهرامات. فكروا فيها كده. تالت واحده كانت رابع واحده، نابليون مره ارانب هجمت عليه. هو كان عايز يصطاد ارانب، فراح طلع يعني اطلق سراح مجموعه من الارانب كتير عشان يهربوا، فهو يصطادهم. بدل ما هم يهربوا كده جم عليه كده وهجموا عليه. وعلى فكره دي صوره، هحط لكم صوره نابليون، ده وشه الحقيقي. ده اسمه داث ماسك. داث ماسك يعني بقى الشخص بعد ما بيموت بيحطوا حاجه على وشه زي الجبس كده، او يعني حاجه عشان ياخد شكل وشه، ويفضلوا محتفظين بشكل وشه حتى بعد ما مات. فده شكله لما مات. خامس حاجه الايمو وور. الايمو ده طائر شبه النعام كده، فهو كان في فتره من الفترات في استراليا عامل مشكله. كان اعداده كتير قوي وكان عمال ياكل المحاصيل، فهم راح الجيش قرر ان هو هيقتلهم. فحرفيا الطيور الايمو اللي هم شبه النعام واقفين كده، والجيش واقف كده وبالماشين جانز، وحرفيا بيو 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 بيو، حرب بجد. بس المشكله انه الايموز هزم الجيش. مكتوب هنا تخيل ان انت تشرح لحد ان انت you lost a war to angry chickens. اخر واحده هقولها لكم وبعدين ممكن ابقى اعمل سلسله، يعني انه في راجل عاش في خلال القنبلتين بتاعه هيروشيما وناجازاكي. الراجل ده اسمه تسوتومو ياماجوتشي. حرفيا هو حصلت هيروشيما، كان ساعتها في الشغل، عاش، وبعدين بعد هيروشيما قرر ان هو يروح ناجازاكي عشان يعني يرجع بيته. حصلت ناجازاكي ما شاء الله، وعايش برضه، هو لحد دلوقتي لسه عايش سبحان الله. معلش بقى، انا قررت ان انا هعمل واحده تانية. حصل مره من المرات وفي يوم من الايام طوفان عسل اسود. 1919 بوسطن كان في زي تانك كبير جدا 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 مليان اطنان من العسل الاسود. فهي كانت معموله باهمال شويه، يعني المهندسين اللي عملوها ما كانوش فاهمين متاكدين من البتاع كويس، فانفجرت. بقول لكم حرفيا ده خزان كبير قد كده. مدينه بوسطن كلها غرقت، وغرقت اللي هو بمعنى في ناس وحصنه غرقت في العسل الاسود وماتت بجد، ده بجد. وفي عماير وقعت، بيوت وقعت. الموضوع كان فظيع، وقعدوا كتير قوي طبعا عقبال ما ينضفوه. لما كان لسه في بقى حاجات ملزقه وبتاع، الاطفال كانوا بيقعدوا يلحسوها من على الارض. يعني غير انه بيقول لك انه لحد النهارده لما الدنيا بتبقى حر شويه بتشم ريحه عسل اسود. ده السبب اللي مخليني عايزه اروح بوسطن قوي بجد، عايزه اشوف موضوع ريحه العسل الاسود دي لسه موجوده ولا لا. بس تخيل بجد، تخيل تغرق في عسل اسود يعني. اعتقد ان هنلاقي ناس كتير عندها فوبيا من العسل الاسود او بيكرهوا العسل الاسود هناك. يعني بيقولوا ان لو انت عندك فوبيا من حاجه يبقى بسبب ان جدك مثلا او حد من اجدادك عدى بموقف تروماتايزنج مع الحاجه دي. يعني انت لو بتخاف من النحل، جدك كان هيموت من النحل وهكذا.